اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كله تمام ان شاء الله تكونوا في احلى صحة وبخير. تعالوا نشوف الاكل القمر الحلو الجميل ده انعمل ازاي، ولقمة تحابيش كده زي العسل وبألف هلا وشفا. عملت لنا ايه يا ام محمد؟ عملنا النهارده شوية مسقعة حلوين قوي قوي قوي، هيعجبوكم بطريقة ام محمد. وعملنا بطاطس يا ولاد، بطاطس مسلوقة ومتحمرة زي زمان في الزيت، طبعا بالتحابيش بتاعتها، الكمون والفلفل. كل أكلنا هيعجبكم بإذن الله، لقمة حلوة بالهنا والشفا تفتح النفس، لقمة تحابيش كده بألف ألف هنا وشفا. معايا بدنجانتين وقرنين فلفل وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، وحطيت شوية ملح وسبتهم وركنتهم على ما نوضب الحاجة بتاعتنا يصفوا ميته. البتنجان جميل وابيض كده والله ما صلى على النبي مسكر وزي العسل. صلتوا بينا على النبي يا ولاه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. وبشرت كده 3 4 طماطمات حلوين، وقطعت كان عندي قرن فلفل الوان وقرن فلفل اخضر قطعتهم، وقرن شطه قطعتهم وركنتهم على جنب. هتعملي ايه بقى يا ام محمد؟ غسلت البطاطس الرفيعه الجميله دي، غسلتها كويس جدا ونقعتها يجي ساعه في ميه وبس، غسلتها كويس من الطينه ومن الحاجات دي. حطيت شويه ملح عليها وميه بتغلي، وعلقت عليها على البوتاجاز وعلى نار هاديه لغايه ما استوت خالص، يعني تستوي كويس تمام. زمان كنا بنعمل حله كده بالصلاه على النبي ايام امي الله يرحمها، نملاها بطاطس كده ناكل نصها واحنا بنحمر. كلنا عارفين البطاطس المسلوقه دي طعمها حلو قوي. اكل زمان يا ولاد مفيش احسن منه. طب احنا هناكل الاكل الجميل ده بايه؟ عايزين عيش طري بقى، عايزين عيش بقى، عايزين رقاق، عايزين باكو، معرفش كل بلد لها اسم. عندي كوبايتين لبن رايب، رايب يا حبايبي، حليب مش حليب، لا لبن رايب. نزلت بيهم كده في العجان وحطيت عليهم شوية ملح ونص معلقة مبودر ونص كوباية سمنة على زيت، ماشي تمام. سبتهم بقى كده لما العجنوا كويس وعجنتهم طرية ما شاء الله، طبعا ما فيهوش خميرة، يعني نشتغل على طول، بس بنسيبها ترتاح شوية مش اكتر ولا اقل. طبعا احنا سيبنا البدنجان بتاعنا يصفي ميته ووضبنا له حاجته وحطينا البطاطس على البوتاجاز. عجنا العجينه كده يجي كيلو دقيق ما شاء الله، وبالصلاه على النبي سبتها ترتاح يجي 10 دقايق، والعجينه زي ما انتم شايفين طريه وحلوه. هتعملي ايه يا ام محمد؟ هنبططها رقاق، احنا بنقول عليه رقاق بس مش رقاق المغرق ابو لحمه، لا، في بلد بيقول بتاوي وفي بلد تانية بتقول بكوم، وفي اسامي كتير. المهم احنا بنقول عليه رقاق في بلدنا، وطبعا سميه زي ما انت عايزه تسميه. شوفوا الجمال، بططته كده على السريع وما شاء الله ما خدوش حاجه معايا، وعملنا شويه رقاق او عيش او بكوم، طعمهم حلو قوي، اللبن مخليهم طراي وطعمهم حلو مع حته سمنه كده على زيت، عشان الزيت لو زيت خالص ما ينفعش عشان بينشف. البوتاجاز بتاعي هنعملهم على ظهر على العين فوق. صلتوا بينا على النبي يا اولاد، اللهم صل على كامل النور عليه الصلاة والسلام. حطيتها بس الاهم حاجة تسخن شوية، وصلاة النبي المبودر مخليه خفيف وريحته حلوة وجميل وطعمه حلو، ولقمة حلوة طرية. غمسنا بيها ايه؟ البطاطس المتحمرة والمسقعة وجرجير وجبنة بيضة. بصوا الصينية مليانة أكل وبألف هنا وشفا، لقمة زي العسل. اللهم بارك، صلاة النبي. أهم حاجة تحط حتة فوطة نضيفة، واللي تطلعيها يا حبيبة قلبي بتروحي حطها عليها. ما شاء الله، شوفوا خفيته وجماله، ما خدش حاجه خالص، ما خدتش وقت ما شاء الله، حاجه كده سريعه. ما تقوليش بقى انا ما عنديش فرن مش هعرف اعمل، لا حليناها اهوت وعملنا على ظهر الفرن وعملنا كل دي. كانت البطاطس على البوتاجاز بتستوي والبدنجان بيصفي ميته واحنا بنعمل في العيش الجميل ده
اللي احنا قلنا عليه يا بتاوي يا رقاق يا بكوم زي ما بتقولوا في اي بلد. المهم انه عيش بلبن رايب، ريحته حلوة قوي وطعمه حلو جميل. بص المبودر مخلاها تقب معاك ازاي وخفيفة ازاي. صلاة النبي احسن. كده اللي بخبزها على الرخامة بحطها في الصاج، في ال في يا صاجة يا صينية يا بتاعة الطاسة. اهم حاجة ما تكونش بتلزق. بصوا الجمال يا ولاد، خلصتهم بسرعة بجد ما شاء الله، ما خدوش وقت. حطيت اللايك لأم محمد ودعوة حلوة وتعليق جميل. تعليقاتكم بتفرح قلبي، ربنا يفرح قلبكم. يلا هانت يا حبايبي، ونكمل الساعات اللي فاضلة ان شاء الله على خير. ربنا يكبر بخاطركم ونكمل كده مع بعض، وان شاء الله ربنا يحقق لكل واحد امله واللي نفسه فيه يا رب. كل حاجة مع الصبر يا ولاد بتيجي بإذن الله. ما تقوليش أنا كبرت، وما تقوليش مثلا أنا يأست والكلام ده، لا إن شاء الله حاولي، وربنا إن شاء الله يكبر بخاطرك ويكبر بخاطر كل حد، يكبر بخاطر أخوه المسلم. ايه رأيكم في الكمية؟ ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. مش احسن ما تطلعي تجيبي ب20 جنيه عيش ولا باكتر ولا اقل كيلو دقيق ما شاء الله من بيتك، عملت كمية حلوة كلنا وانبسطنا، وباقي منها يكفي يوم كمان ولا 2. كانت البطاطس استوت زي ما انت شايفة ما شاء الله. طلعتها على مية ساقعة علشان تبرد كده واعرف اقشر. كان اكلنا ده زمان يا ولاد مع خس ولا جرجير، حاجات الخضرة مع مخلل، يا سلام. كان اكل كده حلو ويفتح النفس، وكنا بناكل اكل كان احلى من اللحمة بالنسبة لنا، احلى من اللحمة والفراخ والكلام ده. اه اللهم صل على كامل النور. اللهم صل على حبايب قلبي. ما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم ولا من لايكاتكم. ما تخشوش عندي وما تحطوش اللايك بايديكم الحلوه، تسلم ايديكم. ربنا يا حبيبي يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. ايه رايكم بقى في الفيديو الفلاحي البسيط اللي حلو قوي ده؟ في يوم كده نعمله وطول النهار لو عايز سندوتش، عايز حاجه معاكي لقمه طريه، احسن من الرغيف اللي بتجيبيه بعد شويه بيبرول وما يتاكلش، وب2 جنيه ولا ما اعرفش بقد ايه، لان انا ما بشتريش فما اعرفش. ايه رايكم؟ البطاطس المدهبه اللي طعمها حلو دي مع حبه كمون وحبه فلفل، يا سلام. لو حطيت لها بقى شويه شطه برضو كده حلوه قوي. معلش يا ولاد انا واخده برد، يعني لو كان صوتي كده مغلق شويه. يلا الف سلامه عليا وعليكم، ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين، ويحسن ما بين ايدينا وايديكم. بعد ما خلصت البطاطس نزلت بالبدنجان قليته اهو، وقرنين فلفل كده عشان يحنط كده ويحرق لزوم المسقعه يا حبايبي. بتحب ما تبقى محرقه شويه فيها سنه حرقيه كده، بتبقى طعمها حلو قوي. بألف هنا وشفا. حطيت حته تومه كبيره حلوه اهيت، بس بتاخد تشويحه ما بحمرهاش. المفروض هنا انزل بشويه خل حلوين، بس انا عشان عندي قلت لكم في اكتر من فيديو ان انا الحاجه عندي ما بحبش الخل في الاكل، فانا بفوتها يعني، مش ما بحطش يا حبايبي، ما بحطش خل. بس هو المفروض على التومه دي نحط شويه خل. طبعا لو حد بيتعب من الخل بلاشه، لو ما بيتعبش خلاص اعملي اللي بتحبيه. بس كده يا سيد. حطينا بقى معلقتين صلصة وعليهم معلقتين الطماطم اللي احنا عاملينها كده بالمبشرة، طلع القشرة بتاعتها، ونزلت بهم يستوي ياخدوا غلوة كده. عندي طبعا الفلفل وقرنين شطة حلوين. حط بقى كل دوت وسبكيهم شوية. اللهم بارك، صلاة النبي احسن يا سيد. ايه رأيكم بقى ان انا بحب المسقعة بجد؟ احنا يعني المسقعة دي عندنا حاجة تانية، الاكلة دي ما بنشبعش منها. الله.
هشيل منها شويه كده يا حبايبي اهوت، هقول لكم هنعمل بهم ايه. وطبعا نزلنا بالبتنجان واحده جنب التانية، البتنجان سخن خالص، كله سخن في سخن، لان ما شاء الله ما خدتش وقت على طول اهو. لقيت ايديا سخنت، قلت لا اما اما افضيها كده. طبعا البوتاجاز شغال عشان تتسبك حبه، نحط الحبه اللي شلناهم على وش البتنجان بتاعنا، عشان ايه؟ ما تقلبهاش وما تنهراش مني، تفضل صحيحه كده وجميل. شفت الشكل الحلو ده؟ الله الله الله، بألف هنا وشفا. حطيت اللايك ولا ايه؟ نسيتني ولا ايه؟ انا عارفه انت مش هتطلعي من الفيديو الا لما تحطي اللايك ودعوه حلوه و... ولك بالمثل يا رب، وما تحرمش منكم يا حبايبي احلى متابعين في حياتي. يلا بقى، هاتي بقى العيش الطري اللي عملناه وتعالي ناكل بقى، وبألف هلا وشفا. ممكن تحطها شويه في الفرن، بس انا طبعا استكفيت على كده، وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حاجه زي العسل. بطاطس كده جميله، حبه خضار، حطيت فلفل وحطيت كمون حطي بقى البهارات اللي بتحبيها. اللهم بارك. شوفوا الرقاق طري ازاي، الرقاق بتاعنا طري ازاي وجميل، وكمية ما شاء الله جميلة. يلا قومي اعمليه وجربيه، وحبة جرجير بقى زي العسل كده. لا اله الا الله، والله البطاطس مقلية مخروشة كده وطعمها حلو قوي. يلا، وكان الفيديو بتاعنا حبايب قلبي، وكان الرقاق بتاعنا الحلو اللي كنا بيه، والفيديو غدانا النهارده كان كده، جبنه بيضه مخلل وخيار جرجير مسقعه. حطوا اللايك، اشوفكم في رعايه الله.